وبعدين سرقه القناديل دي يا صديق. ما خلاص يا زيدان، ده انا اجيب لك فكره بمليون جنيه، ما حدش يقدر ياخذ قنديل تاني من زارع. يا راجل يا اخي هذا القناديل بتوعي ما فيهمش خالص، انا دلوقتي اتسرقوا. من غير يمين يا زيدان ما حد يقدر يخش الشامي تاني خالص كمان. تعال بس. هي بس يا صديق هي اللي هتقولوا انت دي. ما تخافش ما تخافش. مسكين اغرلي حيوان اليف، ده انا جايبه من السيرك عشان خاطر يحوس لي شمياتي، ما حدش يسرق حاجه. ده اليف يا صديق. اليف. عيب عليك. الله يدور يا صديق، انا جبته بكام دي؟ ده واخد بالك وياخد 10,000 في الشهر عشان يحرس الشمعات عشان ما حدش ياخد قنديل يا زيدان. الله ينور الله ينور. عليك 2000 جنيه في الحكاوه دي انت. 2000 جنيه؟ ولا خلي الحراميه يدوروا في غاطك واخد بالك يصفوه. لا ولا يا صديق، امسك ادي 1000 جنيه و1000 جنيه تاخدها مني في البيع. الله ينور. امشي يا صديق. ما تخافش يا مهبل. الله ينور يا محمد، نزل. خد. انا اكله عيش مني يعني. تستاهل 100 جنيه اطلع داي. تسلم ايدك يا حاج. نفسك في قد الشامي تاخده؟ تسلم. ها؟ بس لو في اي حاجه بكلمنا على طول يا راجل. رقم التليفون معاك. من 011. ايوه روح الله يسعدنا وسهلنا. ماشي يا حاج. روح. والشغل الجديد دي.